السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عاشق ومحب العميد في كل مكان، كل عاشق ومحب مولودية الجزائر في كل مكان. قبل ما اقول لك على اي شيء محتاجين منك الصلاة على سيدنا محمد واللايك الجميل. ولو حابب تنزل تنضم لقناتنا طبعا شرف كبير لينا. نقول لك على التشكيلة المثالية في 2025 2026 حتى الآن في البطولة الإفريقية، طبعا اللي يعني كده ماشي على خطى ثابتة العالمي طبعا رولاني مكوينة المدرب الجنوب افريقي لمولودية الجزائر. ان شاء الله هنقول لك على التشكيلة المثالية، وهنقول لك على قائمة الفريق اللي موجودة في 2025 2026 لموسمها. العميد ان شاء الله طبعا هيخطو بخطوات ثابتة نحو طبعا اللقب، وطبعا اللي من يعني كده دقائق وساعات وثواني قدر يعتلي صدارة الرابطة المحترفة الجزائرية بال 16 نقطة حتى الآن، وليه مؤجلات ان شاء الله طبعا العميد. وفي مباراة طبعا يعني كده هتكون مباراة من العيار الثقيل، قمة الجولة العاشرة ان شاء الله يوم الاثنين 3/11 2025 في 7 مساء. شبيبة الثورة ضد مولودية الجزائر، العميد ضد شبيبة الثورة في 7 مساء ان شاء الله على الجزائرية السادسة. ستنقل اللقاء ان شاء الله رولاني مكوينة طبعا المدرب الجنوب افريقي لمولودية الجزائر العميد، اللي قائمته الرئيسية تشمل حارسي المرمى عبد اللطيف رمضان جزائري، وايضا اليكسيس جندوز لاعب ايضا حارس مرمى جزائري. المدافعين دنداوي رستم مدافع قلب دفاع، مروان خليف يعني كده مدافع ايسر، ايوب عبد اللاوي ده قلب دفاع، وايوب غزاله قلب دفاع ايضا، محمد رضا حلميه ايضا مدافع ايمن، ايمن بكره مدافع ايمن، عبد القادر منزله في طبعا قلب الدفاع، يعقوب قاسي مدافع ايمن ايضا. ونروح على طول للاعبين خط الوسط، محمد بن خميسه لاعب خط وسط، والحسن بنجوره ايضا لاعب وسط، ومحمد زغرانه لاعب وسط من لاعب بوركينا فاسو، وسيبوس محمد اسلام لاعب جزائري طبعا لاعب خط وسط، سبتي العربي لاعب جزائري خط وسط، وكيربي يعني كده كبري زينون من كوت ديفوار لاعب خط مهاجم، واسامه بن حويه طبعا حدث ولا حرج لاعب محترم ولاعب يعني كده حدث ولا حرج لاعب خط الوسط المحوري، وسيد احمد عيساوي لاعب ايضا يعني عالمي لاعب خط الوسط، ودانيال الياس محديد طبعا يعني حدث ولا حرج لاعب صغير وان شاء الله هيجي منه لاعب خط وسط. ونروح على طول المهاجمين، سفيان بيزيد طبعا اللي عامل مباراه ولا اجمل ولا اروع كده مسجل اهداف، زين الدين فرحات حدث ولا حرج عن اللاعب الجزائري لاعب من الطراز الرفيع، طيب مزياني مهاجم ايضا، وحمدوش ياسين مهاجم صريح، مهدي بشريط ايضا مهاجم صريح، اسحاق بصوف ايضا مهاجم صريح، محمد ساليو بنجوره لاعب غينيا مهاجم صريح، وبطاش شمس الدين مهاجم صريح، وزكريا نعيجي ايضا مهاجم من ضمن المهاجمين، وامين مسوسه طبعا لاعب مهاجم صريح، ومسلم اناتوف لاعب صريح. دول طبعا التشكيله او القائمه الاساسيه. ونروح على طول التشكيله المثاليه اللي احنا اخترناها. طبعا هتكون طبعا رولان مكوينة لاعب او مدرب جنوب افريقيا عامل تشكيله وتوليفه للعميد، توليفه ولا اجمل هي التوليفه المثاليه والتوليفه الافضل 2025 2026 في موسمها. نتمنى كل التوفيق يا رب للعميد. هنقول لك على التشكيله المثاليه اللي بتقول قندوز موجود طبعا حارس مرمى، عبد اللاوي هو القائد للعميد، وبن خميسه وفرحات والحسن بنجوره، وايضا غزاله وحلميه وسبتي في وسط الملعب، نعيجي وبكره وبن حوه طبعا هيكونوا موجودين في خط الهجوم، وطبعا موجودين بره على الدكه هيكون رمضان دنداوي خليف بيزيد مسوسه وعساوي ومحديد وانتوف، طبعا دول اللي هيكونوا على المقاعد البدلاء. يعني نقول لك على التشكيله المثاليه حتى الان في الجوله العاشره والجوله التاسعه، وطبعا الرابطه المحترفه الجزائريه اللي طبعا مكوينه بيكون عنده التشكيله الاساسيه بتكون والتشكيله المثاليه حتى الان قندوز في حراسه المرمى، عبد الله والقائد بن خميسه وفرحات والحسن منجوره وغزاله وحلميه وسبتي ونعيجي وبكره وبن حويه طبعا، وبيغيروا في الشوط الثاني بيزيد اللي سجل اهداف جميله. ولو عجبك الفيديو بتاعنا ده كانت التشكيله المثاليه والتشكيله الاساسيه للعميد مولوديه الجزائر. لو عجبك الفيديو بتاعنا اوعى تبخل علينا بالصلاه على سيدنا محمد واللايك الجميل. ولو حابب تنزل تنضم لقناتنا هنكون شرف، وطبعا هنجيب لك كل ما يخص العميد وكل ما يخص مولودية الجزائر والمنتخب الجزائري الحبيب ان شاء الله.